سعيدي منورين اليوم في البرنامج. وما شاء الله الوقت يمشي ويمضي، ولكن كله كذا يعني وقت رائع في رحاب الشعر والكلمة الحلوة. من السيرة الذاتية اللي قريتها لك الشاعر جمعة، يعني أنت شاعر في الفنون التقليدية العمانية، عضو في مركز عمان للموسيقى التقليدية، عضو في أصدقاء متاحف عمان التابع للمتحف الوطني. حصلت أيضا على عدة جوائز من مشاركاتك في مسابقة وزارة الفنون في الشعر التقليدي فن العازي. العديد من المشاركات الوطنية اللي يعني خضيت فيها مراكز حلوة. إلى أي مدى أيضا هذه المشاركات تضيف إلى الشاعر؟ إلى أي مدى مشاركاته مو بس في المسابقات، مشاركاته حتى قد يكون هو عضو في تقييم لجنة شعرية لإحدى المسابقات، عضو في تقديم محاضرة، عضو في تقديم مثلا منتدى أدبي، مسابقة معينة. فإيش اللي تضيف له لإنتاجه الشعري وجوده في هذا المجال أيضا؟ أولا بالنسبة للمشاركات هذه والمسابقات والمراكز هذه توظيف للمستوى اللي وصله الشاعر. وبعد ذلك هذا التقييم اللي حصل في ذاتية الشاعر أو في شعره، هذه الدعمة على أساس أنه يوصل إلى مراتب أخرى وإلى أيضا تتفتح عند آفاق كثير. يعني بالنسبة لهذه المسابقات، طبعا أنا دخلت في أكثر من هذه المسابقات والحمد لله كانت فيها مراكز طيبة. جميل. وهذه من أبرز الحاجات اللي كتبناها على السريع. كانت في أيضا مسابقات في جامعة السلطان قابوس بالنسبة للفنون التقليدية، كانت تقريبا في عام 2014 أيضا حصلت فيها على المركز الأول. أيضا كانت في محاضرات. فهذه تقوي من شخصية الشاعر كشخص. بعد ذلك إضافة المصطلحات عنده تكون بكمية كبيرة. ليش؟ لأنه القصيدة اللي بشارك فيها في هذه المسابقة ما راح أشارك فيها في المسابقة الثانية، وبالتالي بضطر أني أتكلم بطريقة أخرى وبمصطلحات جديدة، بحيث أن اللجنة قد تكون هي نفس اللجنة اللي دققت عليه في الماضي لكن تحصل شيء جديد. مثلا في عام 2016 حصل معنا احتفال 17 حصل معنا احتفال في جعلان بني أبو علي. كان هذا الاحتفال تابع لكأس البلديات، تقريبا مسابقة شيء تبع البلديات، وكانت جعلان ماخذ المركز الأول. حلو. فاجتمعوا اللجنة على أساس أنه يختاروا قصيدة تمثل هذه الولاية في استقبال الضيف. وطرحنا نحن قصائد، ودققت هذه اللجنة على القصائد واختاروا قصيدة جمعة بن مسعود. طبعا ما كنا كاتبين أسماءنا على القصائد. حلو. بعدها بفترة وجيزة حصل أيضا احتفال في نادي الأصايل للخيل. كذلك كانت في مطارحات أو في قصائد مطروحة. حلو. أيضا ما كانت عليها أسماء، واختيرت هذه القصيدة اللي هي تابعة لجمعة بن مسعود. جميل. نفس اللجنة اللي دققت عليها، لكن حصلت هناك مصطلحات مختلفة بأسلوب مختلف. كل شيء يواكب على حسب المناسبة. هذا يعتبر ذكاء من الشاعر، يكون شطارة من الشاعر. ثانيا أنت تجسد اللحظة لما ما تكون مقلد، لما ما تكون عندك يعني مصطلحات من شعراء آخرين أو تقلد أسلوب شاعر ثاني. تكون بذاتك، بهويتك، بشخصيتك أنت في القصيدة. بس هل أنت تحضر مسبقا، ولا أنه لا في لحظتها تحضر كل ما يطلب منك، أو مثلا أو المشاركات، أو في شعراء يكون عندهم مخزون؟ أيه. ما مخزون كاشا، معلوم. مخزون من القصائد، حاطين انه وقت مثلا مسابقة يشاركون فيها. حلو. وقت احتفال وطني او محفل وطني يشاركون فيها، شيء رسمي يشاركون فيها. هل انت كذا ولا انت لا في لحظتها؟ مثل ما خبرتك انا شاعر ارتجالي. جميل. وبالتالي انا شاعر مثل ما يقول اعطي كاش، لحظة، ما اعطي بالصبر. ما اقول بعدين ولا بروح وبرجع، ما تصبر حبيبي، لا اعطي كاش. جميل. يعني الشاعر الارتجالي أو شاعر الفنون التقليدية إذا ما كان شاعر ارتجالي من الدرجة الأولى وما كان شعر صادق ما هو بشاعر، هو مقلد. هو مقلد. عندنا هاوي ومهوي وهواوي، ثلاثة: هاوي ومهوي وهواوي. الهواوي اللي يتبع
مكان الشعر بيجلس، مكان الفن بيجلس، مكان الأكل بيجلس. وعندنا الهاوي المحب، حلو. يتسمع، يتذوق، يعرف متى الشاعر أخطأ ومتى الشاعر كان صح. وعندنا المهوي اللي هو يقصد الشاعر الصحيح. المهوي هو الشاعر الصحيح. الشاعر الصحيح. جميل. لما يكون شاعر ما مقلد، ما أتبع أسلوب فلان، أو شاعر مات من 100 سنة. مثل الشاعر عامر بن سليمان الشعيبي، يسمى له المطوع، من وادي بن خالد، توفى في عام 1908، وهو من الشعراء الأجلاء في السلطنة، وهو كان قاضي في زمن السيد برغش في زنجبار. وكان شعره ولا زال إلى اليوم عبارة عن حكم، قاضي ويتكلم باللهجة الدارجة. طيب حتى سئل يعني ليش ما تتكلم بالفصيح؟ قال والله سبقني إليه شاعر وما أريد أني أضيع عليه شعر. الله. من هو؟ قال امرؤ القيس، شاعر بالفصيح، ولكن هو أيضا شاعر باللهجة الدارجة، شاعر تقليدي. وبالتالي يحصل شاعر الحين في 2023 عنده كتب من كلام المطوع، يحصل من هناك كلمة ومن الكتاب الثاني كلمة، ويجيبهم مع بعض ويوصل الرصحة ويقول والله أنا أقول كذا وأنا قلت كذا وأنا قلت كذا، نعرفه أن هذا كلام ولا كلام شخص ثاني. أي نعم. حلو. من خلال أسلوبه حلو. ينعرف الشاعر، يقلد يعني. يقلد. وبالتالي مثل ما قلت لك أنا شاعر من يعني شاعر ارتجالي. حتى في المناسبات ما نكتب أي قصيدة إلا من نعرف من اللجنة وإيش مطلوب منا وكيف بنسوي، ومن الحاضر راعي الحفل لكل بس هذا أتى من خبرة، أتى من تدريب، أتى من ممارسة مثل ما أنت تفضلت. صح؟ أكيد. أكيد. اليوم الشخص ما يقوم من النوم يقول أني والله برتجل قصيدة. قد ترتجل قصيدة من 70 بيت، لكن بيت واحد ما تسواه. كيف تغذي روحك شعريا في خضم كل هاي يعني الأسماء أنت بروحك في الولاية ما شاء الله مجموعة من الشعراء، فكيف أنت دائما تبرز؟ خلص صار جمعة بن مسعود معروف بارتجاليته، بقصائد الحلوة المغايرة. أنت اليوم اسم ما بس تمثل ولايتك، وإنما ما شاء الله صوتك يعني واسع في كل مكان. نعم. تغذية الروح أولا قبل كل شيء الشخص يجب أن يكون قريب من الكتب، يغذي نفسه من هذا الجانب. بعد ذلك من كتب الدين وكتب التاريخ. حلو. وأيضا الكتب اللي هي تعطيه مش مصطلحات، تعطيه أفق واسع أنه كيف كان هذا الشاعر يتكلم قبل 200 سنة. طيب إذا أنا ما أكون نفس هذاك الشاعر، أكون مثل ما أنا حاصل موجود. أيضا معي مجموعة كبير من الشعراء أفضل مني وأقدر مني، وكلامهم يعني يتعداني بعيد، ودائما أجلس معهم وأتواصل معهم. حلو. وأوصلهم سواء كانوا من الباطمة أو من جعلان أو من صور أو من بدية أو من إبرة أو من مسقط أو من سمايل. ما شاء الله. نجلس معاهم نتواصل، وبيننا وبينهم مراسلات. حلو. هذا تواصل الشعراء راح أرجع لك في شعرنا.